اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أهلا بأحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا. أنا فادي قاسم. هقدم لكم النهاردة طريقة سهلة جدا للكيكة بالشوكولاتة أو كيكة المج في دقيقتين بالظبط، وهتشوفوا بعينيكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان بفكركم بمواعيدنا يوم الجمعة والاثنين الساعة 9 مساء. هنشوف بالظبط المج الجميل القمر ده عملته ازاي في دقيقتين وطلع في منتهى الروعة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا جايبة مج كبير شوية سعته 300 مللي جرام. هنحط معلقتين زيت ومعلقتين سكر، كله هيتعمل في المج زي ما انتم شايفين، ومعلقتين كاكاو خام بتاع الحلويات، وكمان معلقتين لبن بودر، ذرة ملح، وثلاث معالق دقيق. انا حطيت 3 معالق هنا، ونص معلقة بيكنج باودر علشان المج كبير. لو المج صغير كالمعتاد بتاعنا هنحط نص الكمية دي. وهنا كمان حطيت تلت كوباية مية. تلت كوباية مية، لو احتاج العجينة معلقة مية كمان ممكن تحطيها. انت هتقلبي كده بالمعلقة، لو احتاجت ما احتاجتش خلاص. زي ما انت شايفه القوام بتاعها زي اي كيكه احنا بنعملها، بس الفرق انت بتعمليها في المج بتاعك اللي بتشربي فيه الشاي. هنحط هنا معلقه نوتيلا، معلقه شوكولاته، قطعه شوكولاته عندك من اي نوع هتحطيها كده في النص، وهتفتحي الميكروويف بتاعك. انا بالنسبه لي المج بتاعي كبير فهياخد دقيقتين، لكن لو مج صغير يعني بياخد مثلا 200 او 250 هتعمليه في دقيقه، دقيقه ونص مش اكتر. يعني تجربي دقيقه وتشوفيه، بعد كده بتطلعيه بصي بتلاقي بقى معاكي احلى مولتون كيك او احلى كيكه بالشوكولاته بتاعت الكافيهات اللي بتاكليها في اي كافيه بالشيء الفلاني. عملتيها في دقيقتين، ما خدتش وقت، سريعه جدا، تعمليها في اي وقت، طلعت في منتهى الروعه. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك. اسيبكم في رعايه الله وحفظه. كانت معاكم فادي ياسر.